اهلا بحضراتكم مره تانية في كلام هوانم في مطبخ الهوانم. معانا الشيف شيماء صلاح عامله لنا البرجر من A to Z بقى، مش كده؟ اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. منورانا. منور. قولي لي بقى عامله لنا ايه النهارده؟ هنعمل برجر من البدايه لغايه ما يوصل الساندوتش بتاعنا. طيب تمام. معانا لحمه مفرومه. مع لحمه مفرومه فول صويا، وهناخد خلطه البرجر. هو ما فيهوش اي تكلفه خالص ولا اي حاجه هتتحط غير هما الثلاث حاجات دول. طيب خلطه البرجر. يلا معانا قد ايه لحمه؟ نص كيلو لحمه. تمام. هنحط عليها الفول الصويا، طبعا ده منقوع معايا. قد ايه؟ بتاع حوالي 3 معالق. معلقتين. 3 معالق ومنقوعين، وتسيبيهم بقى شويه وبعد كده تصفيهم تحطيهم هنا، وفلفل اسود. ودي خلطه معانا البرجر. المقادير على الهوا اهي، المقادير كلها موجوده. بنحطها اهي يا جماعه معانا على تمام. نطلع بس دول. خلاص كفايه المقادير كده. تمام. البطاطس ديت يا جماعه اللون بتاعها ده مش زعفران، بيخليها صفرا ومقرمشه جدا زي ما انتم شايفين كده. تمام. احنا بنقطع البطاطس بتاعتنا صوابع او شيبسي، وفي حاجه عند العطار كده اسمها زعفران، بنجيبها يا دوبك بس ايه، نعمل كده بالمعلقه ونحطها كده، بتدي اللون اللي هو الاصفر ده واللون ده. جميل. تمام. وادي البرجر معانا اهو، وادي شكله بعد ما عملته. ده شكله. هنحط بقى واحده تانيه ونحط البطاطس ونبتدي بقى نعمل البرجر ده. ماشي. هنعجن ده بقى. يلا نعجن. هنا ما حطيناش غير اللحمه المفرومه اللحمه المفرومه، خلطه البرجر وفول الصويا والتوابل اللي احنا والتوابل. خلطه البرجر بس بتتجاب اكياس، بتتجاب كده زي ما انت حابه يعني، وتبتدي بقى تتعاملي معاها معامله العجين، يعني كانك بتعجني حاجه عشان ندخل كل الموضوع كل في بعضه. المكونات تخش في بعضها او اسهل ما يمكن. جيبي بقى ورق زبده وتبتدي بقى ايه، تقطعيه تشكليها على مقاس يعني ممكن ايه تعمليها كده، بس هي محتاجه عجن شويه عشان كل المكونات دي تخش في بعضها. الناس بقى اللي بتحب تعمل مقاس واحد، فاحنا بيبقى عندنا المكبس بتاع البرجر. لا، هي قطعه بتتجاب من اي مكان، وفي اصغر من كده وفي اكبر. حسب بقى المقاس اللي انت عايزاه. تمام. هنيجي بقى هنا، دي يا جماعه القطاعه اهي. ومعانا ورق الزبده كده، وهناخد بقى كوره منها كده. تمام. نشوفها ولا ايه الدنيا؟ سباتلو بس كده نقلب دي البطاطس بتاعتنا. تمام. ايوه، احنا بنشتغل من ورا لقدام زي ما بيقولوا. بالظبط كده. اللي هو الجاهز بنحطه على النار عبال ما التاني نعمل خطواته عشان لو حد وانا هسويلكوا واحده من اللي انا بعملها دي. ابتدي بقى اضغطي كده عليها عشان تدينا الشكل ده بقى شكلها. وانا هسويها لكم دلوقتي، يعني هي المفروض تتحط في الثلاجه وكده، بس انا هسويها لكم دلوقتي. شايفين بتقعد في الثلاجه قد ايه بعد ما تتعمل بقى؟ يعني خلاص تحطي في الفريزر بقى في الثلاجه، بتقعد معاكي وقت طويل. في علب بتحطيها وتطلعي بقى تعملي منها اي وقت. ملهاش وقت يعني معين في التخزين. برجر يعني. تمام. وانا سويتها معاكي بس يا جماعه اهم حاجه نوع اللحمه ما يبقاش فيها دهون. ما يبقاش فيها دهون؟ لا، الدهون بتبقى مع الكفته بالظبط، هتخليها تكش وتنزل بقى، تنزل الدهون تفكي معاكي. انما بصوا البرجرايه معانا يعني ماسكه نفسها يعني ومستويه. تمام. هنجيب بقى العيش كده، نعمل الساندوتش. ايوه. نبتدي بقى نحط ايه؟ نعمل بقى الساندوتشات. يلا عشان انا خلاص كده. نحط الخس بتاعنا. انا بحب احط خس كتير فاحط كتير براحتي. نحط بقى ده خيار. ماشي. ونحط فلافل اللي حابب بقى. في ناس بتحب الخيار يبقى مخلل، وناس تحبه كده عادي. خيار كده عادي. انا بحب الاخضر عادي. بقى البرجرايه عليها كده. ممكن بقى تحطي كاتشب، تحطي اي حاجه انت عايزاها.
بيبقى شكلها كده يا جماعه. حطي بقى البرجر. البطاطس طبعا المحمره دي ده شيء تحفة. اساسي. بصوا يا جماعه، شايفين القرمشه بتاعتها عامله ازاي؟ اه عندنا البطل بقى بتاع البطاطس ده هو الزعفران. الطماطم. تمام، يعني الزعفران يا جماعه حاجه تحفه. يعني انا عندي في القناه لما كنت عامله البرجر، اه كان هناك برضه كان على اليوتيوب يعني. على اليوتيوب على القناه بتاعتي. مم. نبتدي بقى نقلب. شايفين يا جماعه اللي انا عاملاها معاكم اهي؟ اسمها ايه القناه؟ مطبخ شوشو. مطبخ شوش. على اليوتيوب. مم. تمام. وعامله بيج على الفيس. جميل. تمام. احنا بنحمر معانا البطاطس اهي يا جماعه. شايفين البطاطس عامله ازاي؟ حلوه قوي. وعلى قد ما قدرت لا، يعني تسلم اعمل لكم إيدك. واحده تاني عبال ما دي تخلص. نعمل واحده تاني. نعمل واحده تاني. بتاخدي قطعه كده يعني، سيم بقى عايزاها في النص. كبيره او صغيره يعني. تمام. هو ورق وابدأي الزبده بقى تقطعي. ده يعني الحلو أنا فيه ان جبته احنا نعرف نشيل وقصيت. بيه صح؟ بالظبط. آه. او ممكن يعني عادي اكياس، يعني مم. مفيش اي مشكله انك او اكياس. تبقى اكياس، تمام. مفيش مشكله. تضغطي بقى كده مم. جميل. تطلع معاكي بالشكل ده. بتبقى هايله يا جماعه. الاطفال طبعا بيحبوها. وطبعا كل شويه يطلعوا بقى يعني يعملوا سندوتشات. وبعدين انت عارفه انت عامله ايه. عارفه يعني المكونات كلها. بالظبط كده. انت حاطه ايه وممكن واللحمه برضو نوعها ايه. تتقدم وهو يعني برضو هو ده يعتبر من الاكلات اللي هي الصحيه. بالظبط. اللي لو انا ممكن احطها تستوي بالشكل ده، ومش شرط خالص بقى لو انا عامله نظام او حاجه مش هحط في الفينو ولا لا الكايزر لا لا ولا كده. ممكن تاكل كده. واقلل البطاطس. اه. انا بشكرك، نورتيني. ميرسي جدا. اكله اتشرفت جميله طبعا بحضرتك. ومعروفه سهله جدا، الناس ميرسي كلها جدا. بتحبها ودايما بتبقى عايزه تعرف خطواتها. بالظبط. بشكرك يا شيماء، ميرسي نورتيني. جدا. ميرسي حضرتك. مشاهدينا يا رب تكون فقرتنا عجبتكم وحلقتنا كلها، واستنونا ان شاء الله مره تانيه. السلام عليكم.